وسهلا ومرحبا بكم في قناة فام كويزي. اليوم عاود وليت لكم وصفة جديدة اللي هي حلوة عش البلول. نبداو مع بعض تحضير الوصفة. اول حاجة نحط هنا 2 صفار بيضة مع بيضة كاملة. كيلو سكر، هاد الكيلة راح نستعملها للوساني. كيلو سكر مع مبشور من الليمون حوالي مقدار 5 حبات. نضيفو فانيليا، هاد الفانيليا وقطرات من ماء الزهر. بعد ما خلطنا كل المكونات مع بعض واندمجت، راح نضيف لهن اللوز، يعني 3 كيلات لوز، ولا نديرو 400 غرام لوز. انا استعملت 3 كيلات. حنخلطوا كل المكونات مع بعض برحة بكف اليد. بعد ما نكملوا اللوز تاعنا واش راح نديروا لهنا؟ حنضيفوا ملعقه من الزبده، حنضيفوها للخليط ونضموها مليح مليح ونخليو اللوز تاعنا يرتاح. اذا خدمتيه الصباح في الليل راح تخدميه، واذا خدمتيه في الليل راح تخليه يرتاح حتى الغدوه الصباح. يعني من الاحسن ديريه الصباح وخدميه في الليل. كيما دوك انا خدمته الصباح، دوك نخليه يرتاح وفي الليل ان شاء الله نكملو. نخدموا العجينه تاعنا. عندنا لنا 3 كيلات فارينه مع قرص ملح مع كيلة من السمن او الزبده. هنا تكون السمن تاعنا ولا الزبده يكونوا دافيين، ما يكونوش سخان، باش العجينه تاعنا ما تفسدناش. هنا لهنا العجينه تاعنا ماشي راح نبسوها، حنزيدوا الخليط تاعنا لهنا خليط من ماء الزهر والماء، ونلموا العجينه تاعنا مليح مليح. العجينه تاعنا ماشي راح نخليوها تكون طريه بزاف، يعني تلصق بيدينا، تكون متوسطه كيما نديروا لاباط تاع البقلاوه. يعني كيما راكم تلاحظوا هنا بعد ما لميتها حنخليها ترتاح مده ساعه. نجيبوا اللوز تاعنا بعد ما خدمناه الصباح، انا خدمته الصباح، درك راح نشكلو. دوك لهنا حنجيب الطابع هذا حنقطع به الحبه تاعي، العلو تاعها 5 سنتيم. هذاك هو تكون العجينه تاعنا ارتاحت لنا كما قلت لكم، نخليوها مده ساعه. حنا واش رايحين نديرو؟ نجيبوا لي كوباط زوج كيما راكم تلاحظوا. الحبه تاعنا رايحين نخدموها يعني نعاود ترتفع الشكل تاعها.
يعني كي نكونوا نقطعوها يكون السمك تاعها صغير، بصح كي نستعملوها بليكوباط هادو كيما راكم تلاحظوا بالطريقه هذه الحبه تاعنا راح تجي شويه عاليه. ما راحش نخليوها كيما قدرناها بالمول، قطعناها بالمول. يعني الطريقه راهي موضحه عندكم في الفيديو. يعني اي تساؤلات اكتبوا لي في التعليق ولا ابعثوا لي في الانستغرام باش نفهمكم. انا بعد ما كملت الحبه تاعي حنستعمل آلة البغلاوه هذه. حندير هاد الجهه هذه حنحط لها شويه مايزينا يعني نشا، ونطرحوا العجينه تاعنا تكون السمك تاعها 1 سنتيمتر. بعد هذه لابول وحده راح نخدموا بها 2 حبات تاع كاطو. انا واش راح ندير، راح نحطها في الماشينه باش نديرها على شكل خيوط سباغيتي كما راكم تلاحظوا، ونقسموا العجينه تاعنا هذه على 2 باش نخدموا 2 حبات. حنسويو الخيوط تاعنا يكونوا متساويين ونقطعوهم على الجوانب باش تكون الحبه تاعنا متقونه. كما قلت لكم لابول وحده راح تخرج لي 2 حبات. انا في اللوز هذه خرجت لي 11 حبه ومازالت لي العجينه، يعني فضلت لي العجينه. تسمى نتوما الكيله تاع العجينه ديروها كيله صغيره، ما ديروش كيله كبيره. حنجيبوا الحبه تاعنا حنديروا لها على الجوانب بياض البيض ونحطوها على الخيوط العجينه. وكي نلهوتوها على الخيوط العجينه نحطوا العجينه فوق العجينه، باسكو اذا حطيناهم مثل متقاربين برك في الفرن حتفتح لنا. يعني نحط العجينه فوق العجينه باش ما تفتح لناش الحبه. يعني الطريقه هاي باينه. واذا عندكم الخيوط كاين زايدين راح يتنقصوا، واذا ناقصين راح نزيدوا كاش خيط لازوج. يعني عينكم ميزانكم كما راكم تلاحظوا. وراح نسقموها بيدينا كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم العجينه يكونوا فوق بعضهم كما هاي. شوفي هاي الحبه منا على الجنب، العجينه تكون فوق بعضها باش ما تتحلناش في الفرن. درت لكم الحبه الثانيه. دوك انا راح نكمل الحبات اللي بقاو لي. خرجت لي هنا في الحبات خرجت لي الكميه هذه 11 حبه كما راكم تلاحظوا. هذه غير 11 حبه، ما درتش كميه كبيره. حنخليها تبات لنا لهنا ليله كامله ونحطوها طيب مده 8 دقائق في الفرن ولا 7 دقائق، يعني على حساب الفرن اللي عندك. هنا بعد ما طيب الحال الكاطو تاعنا وقاعد يطيب حنا خدمنا الشربات تاعنا. شربات درنا كاس سكر مع 2 كيسان مع قطعه من الليمون. بعد ما غدا نظفنا العسل تاعنا كما راكم تلاحظوا. لهنا في المكسرات درت الجلوكوز، ملعقه من الجلوكوز حطيتها ملعقه حطيتها في البيستاش وملعقه حطيتها في النوازيت، يعني باش يتماسك لنا تزين من الفوق. هنا حنجيبوا الحبات بعد ما بردوا لنا مليح مليح، خليتهم حتى بردوا واحد 4 سوايع بردوا لي مليح وحطيتهم في الشاربه تاعنا.
هنا في الشربات كي تحطهم في الشربات لمده 5 دقائق، بعد ما يشربوا لنا مليح هذاك الشربات نقطروهم ونحطوهم باش نزينوهم. انا واش راح ندير، نخليهم مده 5 دقائق ونحيهم الشربات تاعنا. كما قلت لكم بعد ما قطرت الحبات تاعي كما راكم تلاحظوا حنحطوا التزيين تاعنا كما قلتها لكم. درت هنايا ملعقه من الجلوكوز في المكسرات باش يتماسكوا لنا مليح مليح ما يطيحوناش ويقعدوا يبريو. يعني هذا هو التزيين. يعني المكسرات تقدر تشري بكميه صغيره تقدر تزيني به الحبات تاعك. انا هم الحبات تاعي كما راكم تلاحظوا. دوكا راح نحلكم نقسم لكم الحبه باش تشوفوها. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم، نتمنى تجربوها. في امان الله، في وصفه جديده ان شاء الله.